أستاذة هوليستيك، هل أنت شايفة إن ختم الشهادة اللي مع حضرتك بهذا الإمضاء الغريب وهذا التوقيع الغريب، هل أنت شايفة إن هذا الإمضاء بيد الجورو، ولا كما أنا أزعم أنه إمضاء شيطان؟ اليوم أنا وبتكلم معك دكتور كلامك صح 100%، بس وقتها أنا كنت شايفته أحلى ختم وأحلى توقيع بالعالم، كنت شايفته لوحة. لكن فعليا بعد ما رب العالمين هداني وقادني للحقيقة، لما رجعت شفت هاي الشهادة حسيتها مثل ما عم تذكر حضرتك فعلا توقيع الشيطان، لأنه هي أساسا تدعو إلى الإلحاد. فأنا وقعت للشيطان موافقة على التخلي عن كل ما سبق واعتقدت به. هي اسمها شهادة التخلي عن كل الموروثات والمعتقدات التي كانت بحياتك. لكن لما أنا سألتهم عنها وقتها قالوا لي إنه هي فقط إنه بداية طريق التنوير وبداية رحلتك في التأملات واليوغا. هي عادة تؤخذ في آخر مراحل ممارسات اليوغا، بس أوشو لأنه هو نوعا ما متمرد على التقليد الديني الفلسفي الهندوسي، فقام بإعطائها ببداية طريق التنوير، خلينا نسميه، أو طريق الشيطان، وبيكون تسمية هي الحقيقة فعلا. طريق التنوير، أول ما تسمع كلمة طريق التنوير أو مفكر تنويري تحسس سريعا على عقيدتك، هيتم العبث بها بعد لحظات. إذن هي شهادة بتوقيع من الشيطان بيد الجورو، صح كده؟ طبعا، لأنه الشيطان خلال ممارسات اليوغا هو بيتلبس ويستحوذ على الممارس. فكيف على الجورو؟ الجورو هو بيكون بتماس كامل ومباشر مع الشياطين اللي هم بيسموهم آلهة أساسا. فأكيد مثل ما بنسمع كثير قصص من كتب كتاب بيد الشيطان أو قال شيء بلسان الشيطان، نعم بيد الشيطان قام التوقيع حاليا وأنا ومع حضرتك أقول ذلك. لكن ما معنى كلمة ماديف اللي في أول الشهادة دي؟ ماديف هي تعني مثل الأم الإلهية، وهي صفة تطلق على كل أنثى باعتبارها إنه هي جزء من الطاقة الأم الإلهة عندهم شاكتي، واللي هي طبعا الشيطان. فهم يقومون بتأليه للشخص في هذه الممارسات، وهي كلها قائمة على تأليه الذات أساسا. عندهم تأليه لكل حاجة، بيألهوا البشر، بيألهوا من مارس اليوجا، بيألهوا الشياطين. وهذه الفكرة بالمناسبة هي مصدر تضخيم الإنسان في ممارسات العلاج بالطاقة. في هذه الممارسات الناس اللي بتحضر دورات علاج بالطاقة بيشوفوا دايما عندهم تضخيم للأنا، تعزيز للإيجو، أيقظ العملاق الذي بداخلك. فهؤلاء حرفيا هم صبية الهندوس في العالم الإسلامي، بيحسسك وكأنك سيد مصيرك، ودايما بيقولوا الكلمة الكفرية إياها: أنت اللي بتصنع قدرك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، من وكل إلى نفسه طرفة عين والله ضاع.